ندوة صحفية سلط فيها الضوء على عدد من المسائل أهمها ما صار أمس من أحداث أثناء حفل تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس، خاصة موقف الاتحاد الجوي للشغل. المسألة الثانية هي الأحداث اللي صارت في طريق المطار واللي متواصلة للآن، ومنها اقتحام منزل الوالي بطريق سكرة، وأسفرت عملية التمشيط على إلقاء القبض على 3 أشخاص يمسكوا مولوتوف وبنزين كما جاء في كلام السيد الوالي. سألنا أيضا بعد إضراب البلدية اليوم وموقف الاتحاد ومؤاخذتك على كاتب العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، ثماش توجه نحو التوافق؟ هو التوافق موجود واحنا الحوار مع الاتحاد متواصل، لكن الاتحاد رفض النيابه الخصوصيه وهدد بالتصعيد. هو من حق الاتحاد كمنظمه اجتماعيه باش يرفض مصدر امر في الرائد الرسمي، واصبحت المساله الان هي مساله معناها محسوم فيها قانونيا وتشريعيا، وصارت بالتوافق من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي وبعد استشاره رئيس الدوله وبعد استشاره رئيس المجلس الوطني التاسيسي وبقرار من رئيس الحكومه. احنا كسلطه جهويه هنا معناها في وضع تنفيذي، ليس في وضع معناها لاعاده العجله بالتفاوض. سيد الوالي، بالنسبه لمشكله قرقنه ثم اخبار توا حاليا تقول اللي ثم مشاكل في قرقنه وثم تعطيل المؤسسات معناها التربويه. قرقنه هي اساسا نفس التجاذبات، باعتبار فيها كان عمليه تنصيب لنيابه خصوصيه، اطراف تعبر على طريقه واخرى، ليس هناك معناها فعل من خطر على مستوى الامن العمومي. نتعامل نحن امنيا بالطريقه معناها ينتج عنها اخف الاضرار.